في يوم 1 مارس سنة 2008 أهالي منطقة شرق ديلاس ولاية تكساس في أمريكا اتفاجئوا إن في بيت من البيوت بيتحرق. بلغوا الشرطة والمطافئ اللي وصلت في أسرع وقت وسيطروا على الحريق، لكن اللي وجدوه داخل البيت كان شيء في منتهى القسوة، لأن لما الشرطة دخلت البيت وجدوا جميع أفراد الأسرة سايحين في دمهم. بعد ما سيطروا على الحريق وجدوا جثة الأم وجثة 2 أطفال، ووجدوا الأب مصاب لكن كان لسه عايش، فنقلوه للمستشفى. والأغرب إنهم ملقوش بنتهم الكبيرة. وعشان نفهم الموضوع وإيه اللي حصل بالظبط محتاجين نحكي القصة من أولها. البيت دوت هو بيت عيلة كافي، بيت بسيط، عيلة بسيطة، أسرة مكونة من الأب تيري كافي والأم بيني كافي عندها 39 سنة، وأطفالهم إيرين عندها 16 سنة، وماثيو عنده 13 سنة، وتايلر عنده 8 سنين. عيلة جميلة متدينة وعايشة في هدوء تام، ومربين عيالهم على الأخلاق والاحترام. لكن أكبر مشاكلهم كانت بنتهم الكبيرة إيرين اللي عندها 16 سنة، لأن إيرين كانت بتحب ولد اسمه تشارلي ومتعلقة بيه بشكل كبير جدا، وشايفة إن هو حب عمرها وإن هو هيكون زوجها المستقبلي. لكن أهلها كانوا شايفين إن تشارلي شخص سيء السمعة، طول الوقت مخدرات وعلاقات مشبوهة، فأجبروا بنتهم إنها تقطع علاقتها بيه. ومن هنا ابتدت المشاكل الكبيرة، لأن تشارلي كان بيحب إيرين بشكل مهووس، وهتفهم أنا بقول كده ليه بعد شوية. لأن يوم وقعت الجريمة لما الشرطة دخلت البيت وجدت إن كل اللي في البيت سايحين في دمهم وميتين ما عدا شخص واحد، وهو الأب تيري كافي، اللي من حسن حظه إن هو كان مصاب وما ماتش. قبل ما يفقد الوعي بلغ الشرطة إن اللي عمل كده هو حبيب بنته تشارلي. والصدمة الأكبر إنهم لما فحصوا البيت وجدوا جثة الأم، ووجدوا الأب اللي كان لسه مصاب، ووجدوا عيالهم الصغيرين ماثيو وتايلر سايحين في دمهم وميتين. لكن إيرين بنتهم الكبيرة ما كانتش موجودة، يعني وجدوهم كلهم ميتين ما عدا الأب والبنت الكبيرة، لكنها ما كانتش موجودة، كانت مختفية تماما. ولما الشرطة عرفت من الأب إن اللي عمل كده هو حبيب بنتهم تشارلي، اتأكدت إن هو عمل كده بدافع حبه للبنت، وحب يخلص من أهلها ويخطفها عشان تعيش معاه حب جنوني وسيطرة رهيب. لحظة، احنا لسه ما خلصناش، القصة لسه بتبتدي. طبعا الشرطة اتحركت على بيت تشارلي وقبضوا عليه وفتشت البيت، ووجدوا إيرين داخل الدولاب في غرفة نوم تشارلي، فنقلوها على المستشفى فورا وهي مرعوبة وعمالة تعيط. وفضلت تحكي لهم إن في 2 رجالة اقتحموا البيت بتاعها، كان معاهم مسدس وكان معاهم سيف، وقتلوا أهلها وخطفوها. بعد كده هي ما كانتش فاكرة أي حاجة لحد ما الشرطة وجدتها. بعد ما إيرين دخلت المستشفى الكل حس إنها نجت من جحيم ما يتصف، والكل ابتدى يقف جنبها ويراعيها. الصحافة ابتدت تنشر قصتها واللي حصل مع أهلها. طبعا الشرطة فضلت تبحث وتدور عشان تعرف الحقيقة الكاملة، فكانوا بيحققوا مع إيرين في محاولة منهم إنهم يعرفوا تفاصيل الجناح. لكن أثناء التحقيق معاها ولما سألوها نفس الأسئلة اللي سألوه لها أول مرة لما شافوها، ابتدت إيرين تحكي بحذر شديد كأنها مخبية حاجة، وكانت أوقات بتتهته في الكلام وتتلعثم يعني، وأحيانا كانت بتنسى بعض التفاصيل. وفي نفس الوقت التحريات بتكتشف إن تشارلي خالي تماما من أي شبهة جنائية سابقة، فالمحققين ابتدوا يحسوا إن في حاجة مش مظبوطة، لأن مش طبيعي شخص ملوش أي سوابق يعمل جريمة زي ديت عادي كده مرة واحدة ومن دماغه، وإن الصورة اللي اتبنت بيها الحكاية من أولها مش مظبوطة. وفي نفس الوقت الناس المحيطة كانت متعاطفة جدا مع إيرين وواقفين معاها، لكن نفس الناس ديت ابتدت تلاحظ إن إيرين بتتصرف بشكل غريب، بتتعامل بشكل عادي جدا مع الناس، بتضحك وتهزر ولا كأن حصل أي حاجة، ولا كأن في أي حاجة غريبة حصلت لها، وإن في جريمة حصلت في البيت عندهم. ولو شفتها هتقول مش معقول البنت ديت أمها وأخواتها مقتولين وابوها مرمي في المستشفى. هنا ابتدت الشرطة تسأل أسئلة منطقية، هل إيرين ضحية فعلا؟ وهل القصة اللي بتحكيها قصة حقيقية؟ وهل تشارلي هو المجرم فعلا ولا الكلام دوت كله وهم ومش حقيقة؟ في الوقت ده الشرطة كانت شاكة ومحتارة، خصوصا ان في تقارير أمنية بتقول
إن كان في خلاف كبير جدا بين إيرين وأهلها، وإن إيرين بلغت عن أمها قبل كده إنها بتعنفها وبتعاملها بقسوة كبيرة. وسط كل الشكوك والأسئلة دي اكتشفوا حاجة قلبت كل الموازين، لأن بعد التحقيق مع تشارلز والضغط عليه بيعترف على كل اللي كانوا معاه في الجريمة. والأهم هو إن اللي حصل ده كله كان تخطيط كامل من إيرين. ولما بيراجعوا الأحداث بيلاحظوا إن وقت ما وجدوا إيرين في بيت تشارلي هدومها ما كانش عليها ريحة حريق، خصوصا إن رواية إيرين اللي بتقول فيها إن تم اختطافها من البيت بعد ما الأشخاص اللي اقتحموا البيت ولعوا فيه حاجة مش منطقية، لأنها لو كانت موجودة جوه البيت أثناء الحريقة كان زمان هدومها موجود فيها ريحة الحريق أو ريحة الدخان. لكن لما الشرطة لقيتها في الدولاب بتاع تشارلي لاحظوا إن هدومها مش عليها أي ريحة نهائي، وده زود الشكوك فيها بشكل كبير، خصوصا بعد ما بيلاقوا في سجل المكالمات على تليفونها إنها كلمت تشارلي أكتر من مرة قبل الجريمة بدقايق. وبالفعل الشرطة بتتأكد إن إيرين هي اللي خططت للجريمة من أولها. تعالوا بقى نعرف هي إيرين عملت كده ليه وعملت كده ازاي. إيرين كانت شايفة ان اهلها بيرفضوا اي شاب بيحاول يتقرب منها، ده خلاها تكرههم جدا بل وتحاول تخلص عليهم. ففضلت طول الوقت تحرض في تشارلي وتملى دماغه ان اهلها هم سبب رفض علاقتهم واستمرارها، وان لازم نتخلص منهم عشان نقدر نتجوز. وفعلا كانوا كل ما يتقابلوا يفضلوا يتكلموا ويفكروا في الجريمة وازاي هيعملوها، لدرجة انهم كانوا بيستخدموا كلمة سرية للجريمة. وبيجي اليوم اللي هم بيقرروا فيه انهم ينفذوا الجريمة، وفي اليوم ده بيتقابلوا مع بعض في مقابر قريبة من البيت، إيرين مع تشارلي وصحابهم تشارلز وصاحبته بوبي، يعني 4 أشخاص مشتركين في الجريمة. لما اتقابلوا اتفقوا هيعملوا ايه بالظبط، والغريبة ان مفيش حد فيهم وقف للحظة واحدة يفكر وقال احنا بنعمل حاجة غلط، بالعكس كملوا اتفاقهم واتحركوا على بيت عيلة كافي، طبعا زي ما قلت لكم بتحريض من إيرين بنتهم. المهم اول ما وصلوا عند البيت تشارلي وصاحبه تشارلز نزلوا من العربية اقتحموا البيت وخلصوا على كل اللي فيه. لكن من حسن الحظ ان الاب كافي اتصاب وشافهم وعرف مين اللي عمل كده. اما إيرين بنته هي وصاحبتها الرابعة اللي هي اسمها بوبي فكانت قاعدة في العربية وعارفة ايه اللي هيحصل مع اهلها، وكانت سامعة صوت صرخاتهم وضرب النار وما كانش فارق معاها نهائي. الأغرب إن وقت الجريمة دي كانت أعمارهم كلهم لا تتخطى 17 سنة. طب إيه اللي يوصلهم للمرحلة ديت؟ ما تعرفش. المهم إن بعد ما خلصوا على كل اللي في البيت ولعوا في البيت وهربوا. طبعا عملوا كده في محاولة منهم إنهم يطمسوا الأدلة. لا، وأغرب حاجة ممكن تسمعها إنهم بعد ما نفذوا الجريمة روحوا البيت وحصل منهم، مش لازم أوضح أكيد أنتوا فاهمينها، ولولا الأب اللي قدر يخرج من البيت وهو مصاب كان زمانه راح فيها. وبعد ما الجيران بلغوا عن الحريقة الشرطة والإسعاف وصلت في الوقت المناسب وقدروا ينقذوا كافي، اللي قال لهم إن اللي عمل كده هو تشارلي الولد اللي بيحب بنته، وفي تصوروا إن هو عمل كده عشان رفضهم للعلاقة ديت، وهو كل ده ما يعرفش ولا هو ولا الشرطة إن إيرين ليها يد في الموضوع. وبعد ما المطافي سيطرت على الحريقة اكتشفوا إن إيرين مش موجودة في البيت. لما سألوا الأب قال لهم يبقى أكيد تشارلي هو اللي خطفها. وفعلا الشرطة اتوجهت لبيت تشارلي، وبعد تفتيش البيت وجدوا إيرين موجودة في الدولاب مستخبية تحت باروكة كانت لابساها. وحصل اللي قلت لكم عليه، وهو أن الشرطة كانت متعاطفة معاها وفاكراها ضحية، لحد ما شركائها في الجريمة اعترفوا بكل حاجة، ان إيرين وبوبي كانوا قاعدين في العربية لحظة ما تشارلي وتشارلز كانوا بينفذوا الجريمة، وقالوا انهم خططوا لكل دوت مع بعضهم. واكتر اعتراف صادم للجميع هو ان إيرين كانت هي المدبر الرئيسي للجريمة، يعني إيرين هي اللي خططت للتخلص من جميع أفراد أسرتها، حاجة يعني في منتهى التخلف العقلي. اكتشفوا ان إيرين كانت متحكمة في تشارلي بشكل كبير، لان في التحقيقات ظهر واحد كان على علاقة بإيرين قبل تشارلي، وقال لهم ان إيرين كانت دايما بتظهر كرهها لأهلها وكانت دايما بتقول ان نفسها تخلص منه. وبعد كل الاعترافات دي إيرين استمرت في تصدير صورة انها بريئة وما عملتش حاجة، ولحد النهاردة ما اعترفتش ان ليها يد في الموضوع، وفي الاخر
اتحكم على قرين ب 42 سنة بتهمة التآمر والتحريض على أهلها. أما تشارلي وتشارلز خدوا حكم مؤبد بدون الإفراج المشروط. أما بوبي اللي كانت معاهم بس وهم بيخططوا وكانت قاعدة في العربية مع قرين ما عملتش أي حاجة، خدت حكم 20 سنة. بعيدا بقى عن كل الكلام ده، أكتر حاجة صدمتني في الموضوع هو الأب اللي بعد ما فاق وقالوا له إن بنتك هي اللي حرضت على كل الكلام دوت، سامعها وقال في الأول وفي الآخر دي بنتي، وبعدين خلاص انا ما بقاش لي اي حد في الدنيا غيرها. قولوا لي رايكم بقى، لو انتوا مكان الاب دوت هتسامحوها ولا هتعملوا ايه؟ بصراحه حاجه مؤلمه جدا. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين. بس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واستنوني في حلقه جديده باذن الله. دمتم في رعايه الله وامنه. الى اللقاء.